سلام عليكم. بتصوم 16 ساعة وتبوظهم في 6 دقايق بعد الفطار. وزنك بدل ما بينزل بيزيد في رمضان. السبب مش الصيام ابدا، السبب في اللي بيحصل بعد الفطار. انت عارف طبعا ان رمضان ممكن يكون احسن وقت ان انت تخس فيه، بس اغلبنا بنجمع السعرات الحرارية بشكل ضخم بين الفطار والسحور من غير ما نحس، فجسمك طول النهار بيحرق وانت تخزن الدهون بالليل. طيب ايه هي اشهر الاخطاء اللي بتزودنا في الوزن؟ رقم واحد: السعرات السائلة. بنشرب عصاير كتير فيها سكريات كتير زي قمر الدين والسوبيا والخشاف والتمر الهندي. دي سعرات بتدخل بسرعة وما بتشبعكش، فتلاقي نفسك بعد شوية جعان تاني وتاكل بزيادة. رقم اتنين: النهم على الاكل بعد الاذان مباشرة. بعد الصيام بتاكل بسرعة والمخ ما يلحقش او يستوعب ان انت شبعت، فانت بتسبق الشبع وتدخل كمية اكبر. رقم ثلاثة والمشكلة الأكبر: إن الحلو بقى عادة يومية، طبق الحلو كل يوم بعد الفطار. المشكلة مش إن أنت أكلت حلو، المشكلة إن الحلو بقى روتين يومي ومعاه شاي وقهوة مسكرين والميزان طالع. طيب، خطة بسيطة هنقدر نسيطر بيها عن الوزن لو بدأت تطبقها من النهاردة. رقم واحد: ابدأ بمية وثلاث تمرات، صلي وارجع ابدأ فطارك. قاعدة رقم اتنين: ان الطبق بتاعك على الفطار يكون طبق ذكي. يعني ايه طبق ذكي؟ نص الطبق بتاعك شوربة وسلطة وبروتين قد كف الايد ونشويات قد قبضة الايد. المشروب يكون كوباية واحدة والباقي مية. الحلو مش ممنوع، بس خليها 3 لقيمات من مرتين ل3 مرات في الأسبوع، مش طبق يوميا. طب يا دكتور، هل أنا أقدر آخد حاجة تساعدني إن أنا أخس؟ في حاجات ممكن تساعدك إن أنت تخس. في حاجات تقدر تشتغل على مراكز الشبع وتشبعك بسرعة، زي الألياف اللي ممكن تاخدها قبل الأكل زي الجلوكومنان أو الحاجات اللي زيه. دي بتزود الشبع بس لازم معاها مية كتير. والبروتين سواء أكل أو واي بروتين دي بتشبع وكمان بتحافظ على عضلاتك. ولو شهيتك عالية جدا للسكريات والنشويات، الكروميوم والبربرين زي ما قلنا قبل كده بيساعد جدا في الموضوع ده. كمان الشاي الاخضر بيساعد جدا في الموضوع ده، بس حذاري من منتجات التخسيس اللي ممكن تتباع على النت ويكون فيها مشاكل وتحذيرات. ولو عندك سكر وضغط او حامل، ممكن لازم تستشيري الطبيب الخاص بيك. دي كانت كبسولة النهارده من كبسولة على الفطار.